في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش يا اختي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليه يا طرش البلاعات يا كناسة الحاره؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليه؟ الله يرحم لما كنت داخله علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقه بدل ما مسخر بيكي بلاط الحاره. يا مسخري مين يا وليه يا خارج بيت انت؟ طب فكري كده واعمليها. ده انا كنت افتح قرنك انت واللي يتشددلك. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتله. جرى ايه وليه منك ليها؟ ايه في ايه؟ كلكم عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انت رخرة؟ ايه اللي حصل؟ صباح ده انا واقفه في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ كتعه ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب18 زيهم. يا حاره عره، يا حاره واطيه، يا حاره لا فيها لا حرمه ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخس عليكم جيره معفنه. ميرسي متشكره. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفه في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هم اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هم اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا، عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطعت سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقعه بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم، طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زينة البنات، يا سبوحة يا شحرورة انتي، يا فاتنة صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيدة اللي محتضناني. I love you. حبيبة خالته يا ناس، كنت هعيط يا شريهان. ما تستهوكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشكه بكلمتين يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شويه دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله. ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره، وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي بالراحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخويا داخل علينا كده زي عود العسب المسوس، ايد ورا وايد قدام. انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمة على السخان عشان هفتن. طبخة سم هاري تدفع. وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدولة تسرح معاك في الموالد كتك 60 نيلة. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازية؟ فيها يا خالتي، انت بتكلمي هاني الدبدوب.
اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي، انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البتاتا. بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصها لي يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاجه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لك كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا. ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه السبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. سبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان الواحد. يلا بقى. ماشي، طب يلا عشان مستعجلين. انت جننت يا هاني، ما تهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرضها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما هي كل ما بتشوفك بتأمرزك. ايوه بس الانسان مننا بردك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امرزتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن وكتاب اللي هيخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص براحه. مساء الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابونة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ألاقي التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله، فين دينا؟ ما حد يرد. الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في ايه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هانم ومتاخرين عليه ده يبقى خير؟ حضرتك عارفه انك في شركه كبيره ولا لا؟ انا لا يمكن اسمح بالتسيب ده. لو مش عارفه انت شغاله فين تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمه ورايا. اتفضلي في الباب وراكي. كلام فاضي، مفيش الزام. وحشتيني يا توتي قوي. انت اكتر يا عبودي. كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتين بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده. بابي. اهلا نيلي حبيبتي. وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روحي. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها؟ اخبار جنيف ايه؟ ولع. ولع ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع الكريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 أسابيع ماشيه بستيلا ماكارتني، هفضل عايشه بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا. انا مستغرب فعلا انت ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هنكل. ايوه يا سو. ايه نيلي انت رحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سوق. ايوه انت هتجيبنا على عزا مامة بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي. لسه عندي بال دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزاء يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي ثانيه حبيبي بتكلم. قوي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى اعدي عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلتي وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عايزه ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برزيانه؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي.
انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك she was a queen. مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكه. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. إيه؟ عندك حق، انا كنت رايح اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي. كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها على انستجرام واقول لك الحمد لله على السلامه. لف فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا، اهلا بيكم. يلا نبطل فرق بقى. لا لا عيب، نبطل فرق ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا بتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فقره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح ثانيه واحده، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعالى. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي. اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8؟ ده عنده 8؟ لا عندي 5 سنين. 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني باكل لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي يعني باكل لوحدي. بتاكل لوحدك، تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. يا ابني عبيط. عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه؟ عبيط ده انا كان في بيرثداي من غير تورته. من غير تورته؟ طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. يلا يلا يا سمعه يلا. اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي. يا ترى فين لوز الاراجوز؟ اطلع يا لوز يا اراجوز يا عبيط. اطلع يا لوز يا عبيط. اهلا وسهلا باطفالنا الحلوين. دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شويه. ما هو الاراجوز اللي بيتكلم كده. دلوقتي هنلعب العاب جميله، بس لازم انده للمساعده بتاعتي. يا عبله يا عبله. اهلا يا ولاد. ما تلم نفسك شويه يا لوز يا اراجوز. ما انت اللي بدأتي يا عبله يا هبله. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مادام اصطبحت بوش العقربه البومه الشريره خالتك صباح. طب وحياة امك لا قول لها عشان تقمرصك. وتقمرص دي ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في امها. مبلط في امها؟ هي قالت مبلط في امها؟ اخرنا 10 minutes. انا مش بقدر استحمل الاعزيه دي، بتبقى كئيبه قوي. اصلا مش عارفه بقول ايه دلوقتي. البقيه في حياتك، شدي حيلك، something like that. ايه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. اوكي فين بيكو؟ هي here she is. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي هديك الباقي. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي. شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كنت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي. خليكي كده بوزيتيف. حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك المدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو
كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا مامة بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. فاكره؟ شي سو كيوت. لا كانت فظيعه، انت مش فاهمه. العمليه اللي عملتيها زايدة. ايوه زايده. فاكرة. لا يا بيكو انت مش فاكره، انت كنتي بنج، انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره ازاي. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حته مني اللي جوه. كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص. وخطوبتها انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانتي عروسه. خلاص بقى، حرام عليكم بقى. حرام فعلا. she's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه يا هاني في ايه؟ حرام عليك، انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. في ايه ما خدتش بالي؟ خبطتني على فكره. خلاص ارقص بعيد عني. طب ركز بقى شويه، ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره، يلا. مش قادره اتنفس يا هاني، ما توضب الكراسي دي، حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا حبايبي. حرام عليك، حرام. اوعى يا بنت، اوعى. ده انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك. انت جننتي ولا ايه؟ الله، انت بتضربني. حرام عليك، انا قاعده مستحمله من بتاع الزفت. ايه ده؟ يا بنت الجمال دي بتضربيني بالكرسي. انت كمان غبي يا ده انت ليله اهلك سودا النهارده. بيتك انت ايه بتضربيني ليه؟ لا ما حدش يتدخل. انتوا غريب المجانين. اطلع بره. اطلع بره. Shady, how do I look? You look great. Hi Shady. Hi. هاي ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده؟ مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. باي بيكو. اثبتي يا شوش، اثبتي ولا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانقي في خماره ولا انت امير كراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياة خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت. واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما تطلعي. مش طالعه. ماشي يا شوش، انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده، همد رجلي. انت بتضرب هنا عشان نشرب. طب وحياة امي، طب اصبر. هتعملي ايه؟ اصبر عليا. بس خلاص كفايه هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقل لي اركب عشان اوصلك. اسفه، لازم تعتذر لي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذر لك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذر لي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذر لي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى. هاني
مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعه دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد، زفته وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقول لك خليكي ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه. صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبيه عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبيه. عايزه في السحب تتفسى ازاي دي يا جماعه؟ حد يلحقني. Oh my god, no way. بابي الحقني، انا خبطت برتقانه بالعربيه. انا لما اطلب من حضرتك طلب، حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك. ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطه، يعني اهم حاجه عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام شكرا. ليمون معصفر. شكرا. زهران. أؤمر فندم. انده لي يا ابني البنت اللي عملت الحادثه والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي. ها احكي لي كده بالتفصيل ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاتوبيس مروحه على البيت، اصل انا كان عندي عيد ميلاد. طبعا كل سنه وانت طيبه، واضح جدا يعني. مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر. بس حضرتك نزلت من الاتوبيس، رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمبادة؟ قال لي ما عنديش غير لمبادة بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله، جميله جدا يعني. خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمبادة، عندك معمول؟ قال لي عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده الربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ معلش يا باشا. ما عندكش توفي ليه؟ مش خش. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم، معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي، خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه ساعتها، ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثه. خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه. ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو بس ايه الهبل ده؟ يا زهران. أؤمر يا فندم. انده لي يا ابني الست اللي بره. وسعي كده. ايه وسعي كده؟ واقفه في بيتكم. ايه ده؟ خير ايه حضرتك اللي عايزني؟ قومي اقفي. How dare you؟ I'm fine thank you. قومي اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي، انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مراتبك. على فكرة أنا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل.
اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند اسكتي خالص، انا بكلم الظابط مش بكلمك انت. ماشي، والظابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني، كم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهارم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تخرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمه لك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبه له من عين التخين. الو، اهو قاعد قدامي. كلم بابي. مش هكلم بابي انا، ها؟ ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ لا يا فندم تمام. ليه؟ عايشين في غابه؟ يا زهران عمر يا فندم. خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه. لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. حضرتك كده بره ما ينفعش تعملوا كده. حرام عليكم، ايه الظلم ده؟ حرام عليكم. طيب روح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. على الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضلي يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئه والله، هي اللي خبطتني بالعربيه. هي كل واحده تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش هعرف ادخل كده، هتحشر يا عم. اتحشرت. حد قال لك تلبسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه، احنا عايزين نغفلها نقوم قلبينها على سيفها وننزل براس الاول ومش قلبانها على جوه على طول، ماشي؟ لا استنى بس يا عم، يا عم انت ما تدخلنيش يا عم. ايه اللي على سيفها وتشقلبها ده يا عم؟ خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا ابوس ايدك، ابوس ايدك، انا لابسه برتقانه على اللحم. طيب بقول لك ايه، يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهان. خالتي بنتي يا شريهان. خالتي عامله ايه؟ يا حاجه ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس. دي تعليمات الباشا المأمور برضه وانت. طب وماله التعليمات اوامر؟ خد يا اخويا عفو. لا انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره سريع الجايه. ايه يا بت، ما تمسكي نفسك شويه، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. امسكي نفسك بس شويه دلوقتي، وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الظابط ده سكته ايه. لو سمحت، مكتب البيه المأمور فين؟ ايه ده؟ استاذ عبد الله. ايوه. اوبا. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبد الله؟ انا صباح اخت شاديه مرات عبد الحليم. هي شاديه اتجوزت عبد الحليم؟ صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبد الله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه؟ ان شاء الله. نسيت البيت. شريهان، سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لمونايه صغننه كده. ايه يا شريهان، عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها، وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز، وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربيات يا استاذ عبد الله؟ طبعا ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم
انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا، ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط باذن الله، ثم احنا عيله واحده، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم انا المعلومات اللي عندي ان نيلي بنت عم لبلبه. لا ما اقصدش كده، لا يا فندم، نيلي بنتي انا، وشريهان بنت عبد الحليم وشاديه. عبد الحليم وشاديه ايه يا فندم؟ شريهان يا فندم اخت عمر خورشيد. يا فندم مش القصد. انا فاهم حضرتك ببساطه. اخويا عبد الحليم. حضرتك اخو عبد الحليم؟ حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه، خلفه شريهان. خلاص. ونيلي بنتي انا، وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيقي يعني، والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صله الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض ما شافوش بعض خالص. الحقيقه دي غلطتنا احنا الكبار. للاسف يا فندم يفعلها الاباء ويقع فيها الابناء. نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الانسه شريهان ما كانتش عايزه تتصالح. لا ازاي مش موافقه؟ مش موافقه ازاي يا شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقول لك 3 حاجات. الدم عمره ما يبقى ميه، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحده، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقه بموضوعنا يا فندم بجمله عمره. خلاص تمام يا حضرة الظابط، بس بوس ايدك خلينا اروح عشان اقلع البرتقانه دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي. تكلمني بابي؟ يا حبيبتي، قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للاسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائله الفنيه بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين اللي هنعيده هنزيده. الله. نو واي اوت اوف ذا بلو كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانه. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. نو واي بنت عمي انا تبقى الجربوعه دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، انا سكتلك من الصبح. استني انت. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ يعني ده جازتنا يا اخويا ان احنا اتنازلنا؟ هي ما تقصدش. على فكره انا اقصد، واقصد قوي. ومين اصلا الست البيئه دي؟ لا 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 لا، جرى ايه بقى؟ وبعدين يا استاذ عبد الله ما تعمل كنترول شويه يا اخويا. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خالة شريهان، واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك ايه يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين نفتكرك، وكفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاعه دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه ادفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه؟ انا هوصلكم. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك، ده بيقولوا خالتي ازاي؟ انجوي ات، انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده. ست صباح انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضه بالظبط. قصدك البفته البيضه؟ ايوه بالظبط هي البفته البيضه دي. ولا يهمك يا سي عبد الله، حصل خير. اهي برضك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربيه. انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في القسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله. انت كمان كان ليك وحشه. طيب
ما تيجي. اجي فين يا اخوي؟ ها؟ في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله؟ نيجي يا سعادته، وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضينا. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هم الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينيه، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حصل ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك ايتها البلهاء. فضلوا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان ده؟ لبلب في اللغات. امال يا خالتي ما شاء الله عليكي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور باصحابي يا استاذ عبد الله. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود، احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. الله، بحب الكلمه دي منك قوي، طالعه ببقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبد الله، دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفندي وطبق بسبوسه يستاهل بقك. والله ما كان له لازمه التعب، اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم، البيت بيتكم، انا هطلع بس انده لنيلي واجي على طول. برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش، نبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قالك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا، مش شقيقي، من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انت لسه عايشه. مين دي يا خالتي؟ دي الحاجه ميمي مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجه؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عامله كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. اصلها كانت ست قادره وما كانتش بتطيق جدتك ولا ابوكي، ومن ساعه جدك ما مات وما لقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقه ما بيننا خفت، خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب ابدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم اخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعض او نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك؟ دول قرايبك انت ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها هيبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي، انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، do whatever you want. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا. هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل داي يوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر عن نفسي زيتونه ليمونه whatever. مش whatever، ليمونه. زيتونه ازاي تعصريها؟
انا ممكن اعصر زيتون عادي على لا ليمونه. اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجه مين؟ خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي؟ الله يجحمه جدك بقى مطرح ما راح. ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجله وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنتي لا تعضك. استني يا خالتي اما نشوف. يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني. انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام بليز اهدي. بي كوايت مام. اهدي عشان خاطري. طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش ما تخافوش. لا ما نخافش. ايه يا عمو؟ دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي. امال قاعده على الكرسي ليه بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش. اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل. انتوا عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجلات؟ ايوه صحيح يا عمو. امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركه شحن وتجاره لعب اطفال وكده؟ والله يا بنتي ما حد يعرف، الله يرحمه صفى الشركات كلها وما نعرفش ودى الفلوس فين. حتى شركه الشحن لولا وقفتي وشويه فلوس من مامة نيلي قدرت اوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود اراضي ولا املاك ولا اي حاجه؟ والله يا بنتي لا ابيض ولا اسود، ما لقيناش في الخزنه غير العدد ده. بس داد كان قال ان الثروه في لغز ميكي، جايز يقصد ان الثروه الحقيقيه في العلم اللي سابه. علم؟ شله يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. مش مهم ما علينا. هي الأمورة الصغننة فين؟ الأمورة في النادي. عندها تدريب، متفوقة رياضيا جدا. النهارده كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانه جدا ان مش هتحضر معانا الغداء. دي فرقت فنيه. اعمل ايه يا داد؟ قلت لها يا بنتي روحي وحصلين واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول. يلا اتفضلي. لسه قدامي شويه يا يسوع، انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي. مش مهم خلاص، طز فيهم بقى، بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فاكره الجم اللي اديتيهولي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه؟ سماره. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره اتفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو. باي. سو بقولك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم الجمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله 3 شغلانات على كده يا بنت مقرشه. ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عجل واعمل فرح. بلوزه؟ 3 شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيبي ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة امك. وحياة امي. اسفه يا عمي، اصل يعني الخضه بس اتخطيت معلش بجد. طبعا يا بنتي، ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركه
للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدله دي. ها؟ ربنا يعلي مقصدك واشوفك في اعلى المراتب يا سي الاستاذ عبد الله يا ابن ميمي وميكي. ميرسي. حلوه قوي الدعوه دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص الله يا بنتي، ساعة كده وهجيلكوا. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذه النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم دي؟ احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم، يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل. لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا ولاد 9. انا بنت 2 بس اللي هم بابي ومامي. لو انت بنت 9 شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت اتجننتي بترفعي عليا السكينه في بيتي؟ ارفع عليك السكينه والمعلقه والشوكه كمان لو مش قولي الحمد لله ان احنا بناكلكوا يا بنت قسما بالله هضربك بطبق السلطه ده. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي. هي تقصد 9 شهور، ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي 9 شهور. لفه بعيده قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. لما ارجع مش عايزه الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش اديهم لك. اوعى من وشي. يلا يا خالتي يلا. اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليلة الرباية ده ملوش أي علاقة بموضوع الشغل اللي بينا، يعني عشان أثبت لحضرتك قد إيه أنا بروفيشنال في الشغل. بعد إذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفه. حطوني في حته كده اسمها ستيفا، استنيت فيها. ايه ده؟ ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حته كده زي ويتنج اريا بس زحمه قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل تستني. معرفش I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو ازيكم؟ هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بايدك. على فكره انا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. ان شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس انت بقى لما تتحبسي المره الجايه بقولي لي عشان ابقى اجيب لك عيش وحلاوه. باي باي. so funny وفيك قوي. على فكره دي مش عينيها، دي لانسز. انا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو انتي هبله صح؟ لا انا عادي. انا مش فاهمه يعني، هي بتغيظني عشان طلعت في انترفيو؟ انا ممكن اخلي بابي يطلعني في اي انترفيو انا عايزاه بكره على فكره. نيلي هي طالعه في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيريه اللي هي بتعملها، انت هتطلعي تعملي ايه؟ ايه المشكله يعني؟ انا كمان هعمل خيريه. لا اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه؟ طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش. بس هو البنت من ساعه ما مامتها ما توفت عايشه لوحدها وانا بدلعها غصب عني. كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمه بتاعت العيله بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. معاك حق. ها صافيه لبن حليب يا قشطه. على ميعادنا النهارده؟ بس يا خساره اللمه دي مش هتكمل. اصل شريهان تعبانه شويه، مش هتقدر تيجي معانا. ويا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي
لان عندها انترفيو النهارده في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدين. مين ده؟ ده انا لسه بقول لك يا محاسن الصدف تقولي لي كده. المهم انت تبقي جاهزه امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقه المهندسين ونخلص. ما تختش يا سي عبد الله. لا انت فهمتي ايه؟ انا اقصد تعالي شقه المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعالى لي بعد ساعة على المزلقان بره. عينيا. أؤمري. تعيش يا سي عبد الله. طب يلا بقى، يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوية على ايه يا صبوحة؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انتي بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه؟ متخانقه معاه ليه؟ ده الواد طيب وحته سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجوده يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشه يا حبيبي انا جايه افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخص عليكي. حاضر يا حبيبي جيال. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشه؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي. تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه، الكلام ده ما يمشيش معايا. مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره، ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، كتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي. عايزه ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها؟ وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوشه ما تنساش بقى تسلملي على امك، اصلها وحشاني. يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه؟ ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك. الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يا هاني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. اوعى ياض يا هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. بس مفيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قالك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني 5 دقايق بالظبط هكون موجوده. بس وحياة ابوك خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو هي البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضل لها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس دوس. لبستين؟ طب وبتكويها ليه اصلا؟
مساء الخير. الو. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح، هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. طب خدي. وخدي دي كمان لحسن ده انا حران. لا كفايه الشال. لا ما تخافش انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي. خدي. يوه. ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل رايحه بيها فرح بكره. ها؟ تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا. نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال الهانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ انا بحب اشرب معسل. عندكوا قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل. اتفضلي يا هانم. اتفضلي حضرتك. متشكره. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوة قوي، مش بطال. بس المزيكا يا اخويا جايبالي كرشة نفس وقلبة معدتي. مفيش حاجة فريحي كده؟ فريحي؟ هخليهم يضربوا لك حالا فرتكه فرتكه. اتفضلي. اتفضل يا فندم. شكرا. والنبي يا سي عبد الله تديني الملح، الشوربة برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم. ولا فيها شوربه. استني. دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو، وماله ادينا غسلنا جفنا. ايوه جفنا. بشجعهم. ميرسي. انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد الله. اوكي. شكرا. انت بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول؟ ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكوا اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قالب سحنته كده ليه؟ ده المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. احنا مش مفروض في مطعم؟ ايه ده؟ انت بتبرطم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوم لك. انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقول لك ايه بقى، انا اتخنقت. المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر. انا هوديكي مكان تحفه، ولحسن الحظ لزق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تندم. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم.
بصرف النظر ماشي ايا كان. دخلها بسرعه بس عشان ننجز. الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي فوازير بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ انت مش أهلا فاهمه. رجالة. كارثه، الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان انا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفه اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا ايه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي، شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف ولا يوسف عادي عشان ما كبركش؟ يو تمشي يعني، مش ازمه. اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي. نيلي مكاوي. كل الناس بتقولي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقولي نيلي. بصي المرحله الجايه انا عايز ابقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خاطفه كده. نيلي. تمام يا نيلي. اوكي طيب ممكن نقعد؟ اوكي معلش، بس قبل ما نقعد هديلك الورقه دي اللي فيها الاسئله اللي هتسالها لي. انت جايبه لي انا اسئله يا نيلي؟ ميرسي. طيب بما انه جايبه لي الاسئله، فانا ممكن استاذن في حاجه في الاسئله دي؟ اتفضل. في سؤال هنا انا عايز ابدا بيه، اللي هو ايه اكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدا بيها بتسخن. لا معلش بليز، ما تغيرش ترتيب الاسئله. ولو عايز تسالني على تاتوز او بيرسينجز اتس none of your business. ما ينفعش. بالظبط. الحاجات الشخصيه دي ما بنتكلمش فيها على الهواء اطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي ميرسي. ربنا يخليكي. عن الاسئله هنا. انت رايحه فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي، انا بقعد الناحيه دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ انت بيبي قوي. لا بيبي ايه، هو ده البرنامج يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، اقعد في اي حته. طيب اتفضلي. ممكن تظبطني بس؟ يا باشا والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه. انا حاسه ان هيجرالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل حالا. اصلا يا ماما لسه لما الو وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز، يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم يا جماعه عايزين يصوروا اعلان، وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنتي، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بيهم طقم كاسات، مقابض، اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنهولك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص يا هاني، انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا يا بنتي. انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابوس ايدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. حسبي الله ونعم الوكيل. كات ليه يا هاني؟ احسن يا وحش. جدع يا بنت شوشو، جدع. شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي. بس ممتعه. لا مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن. يعني قول لهم عصام الحمام مش قادر.
بتموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام. والله يخرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو، هو ده هايل يا عصام. ما كمل اول يا اخي. منك لله يا اخي، منك لله. البت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشفا. ايوه امرتنا ست صباح. اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكرع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني ياما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا. ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو، انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف؟ بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة. معقول؟ الناس زهقت كل يوم لحمة، فراخ، سمك. الفقراء النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاج وكل الحاجات الجميلة دي. زهقوا خلاص. بالظبط. طبعا. فكنت عايزة بقى انا افكر بطريقة different. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفة حركات المذيعين دي. اطلاقا، انا بساعدك، يعني بسألك اسئلة كتير عشان نفتح زوايا كتير. المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادرة نيلي مكاوي. اوكي، فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين والجو ده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم مبادره. اوكي، اعمل لهم مبادره وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق. كملي يا نيلي. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس. المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي ودنيتي ودنيتي ودنيتي
توعد ولا توفي. ده أنا اللي مكسور في الحياة ومشيت في مليون اتجاه والدنيا